جبل طارق من أهم الأماكن اللي موجودة على البحر المتوسط بالنسبة لإنجلترا. طب إزاي إنجلترا؟ هي مش المفروض جبل طارق تبع أسبانيا؟ ده اللي هجاوبك عليه في نهاية الحلقة. بس العمر جبل طارق لأكتر من 1000 السنين، وهو عبارة عن شبه جزيرة صغيرة في الساحل الجنوبي لأسبانيا. كان جبل طارق على مدار السنين من أكتر الأماكن اللي حصل فيها حروب وحصل فيها نزاعات بسببه. وده اللي هنعرفه على مدار الحلقة. أول ناس سكنت جبل طارق كان شعب النياندرتال من أكتر من 50,000 سنة. وشعب النياندرتال هو عبارة عن مجموعات من الإنسان البدائي من جنس هومو، واستوطنوا أوروبا وأجزاء من آسيا، ولقوا آثار ليهم في أوروبا بترجع ل 350,000 سنة. اختفى شعب النياندرتال 24,000 سنة. كان بيعيش شعب فينيقيا قريب من جبل طارق، وأقام حضارة فينيقيا شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب الهلال الخصيب. الهلال الخصيب اللي هو نهري دجلة والفرات، والجزء الساحلي من بلاد الشام. بعد كده جه بعدهم القرطاجيون اللي هم سكان مدينة قرطاج في تونس. وعبد القرطاجيون وسكان الروم الإله هرقل في أضرحة كانوا بيعتقدوا إن هي اتبنت على جبل طارق، وكانوا بيسموا جبل طارق في الوقت ده مونس كالبي اللي معناها الجبل الأجوف. وكانوا بيعتقدوا إن جبل طارق إحدى أعمدة هرقل. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية أصبح جبل طارق جزء من مملكة القوط اللي بتسيطر على مملكة شبه جزيرة أيبيريا، واللي هي عبارة عن أسبانيا والبرتغال وأندورا وجبل طارق وجزء صغير من الساحل الجنوبي لفرنسا. القوطيين هم عبارة عن فرعين، شعب القوط الغربي وشعب القوط الشرقي. وكانوا بيستوطنوا أماكن جنب الإمبراطورية الرومانية، وكانوا بيعتبروا مصدر إزعاج كبير جدا للإمبراطورية الرومانية. بعد كده بدأ التاريخ الإسلامي بجبل طارق، وهو في البداية بدأت توسع الخلافة الأموية من شبه الجزيرة العربية لشمال أفريقيا، فأصبحت شمال أفريقيا إسلامية أموية. وأصبح البربر اللي هم الأمازيغ في شمال أفريقيا مسلمين، والمسيحيين اللي كانوا عايشين في أوروبا في الوقت ده كانوا بيسموا البربر بالاسم الموريين. في الوقت ده كان جبل طارق عبارة عن حدود ما بين أوروبا وأفريقيا، فبالتالي أصبح له أهمية استراتيجية كبيرة سواء للأوروبيين أو للمسلمين. توترت الأحوال بعد كده في ما بين شعوب إسبانيا، واندلعت حروب أهلية في القرن الثامن ما بين فصائل القوط الغربية عشان العرش. هنا إسبانيا أصبحت مهمة جدا ومغرية للمسلمين شمال أفريقيا، وشافوا إنها فرصة ما تعوضش، خصوصا إن الخلافة الإسلامية هتتوسع بعد كده في الأندلس. فبالتالي جبل طارق هيصبح قاعدة استراتيجية كبيرة للمسلمين في البحر الأبيض. وصلت الأمور في عام 710 لأقصاها ما بين فصائل القوط الغربية، وبالتالي كانت فرصة ما تعوضش بالنسبة للمسلمين إن هم يروحوا يهجموا على جبل طارق والأندلس ويحتلوه. وبيني وبينك المسلمين ما سموش. استغل المسلمين الفرصة وعبر جيش أغلبه من البربر بقيادة طارق بن زياد في إبريل 711، ونزلوا في مكان قريب من جبل طارق. وفتح المسلمين في الوقت ده جبل طارق والأندلس. وتسمى جبل طارق في الوقت ده بعد ما كان اسمه مونس كالبي تسمى باسم جبل طارق نسبة لطارق بن زياد. مع مرور الوقت على الخلافة الإسلامية في جبل طارق حصل شوية تهديدات من ملوك أراجون وكشتالة التابعين للحكم المسيحي في شبه جزيرة أيبيريا. في الوقت ده الدولة الموحدية هي اللي كانت موجودة في جبل طارق. والدولة الموحدية هي عبارة عن خلافة إسلامية من سنة 1121 لسنة 1269، وكانت موجودة في دول ليبيا والجزائر والمغرب وتونس والبرتغال وأسبانيا وجبل طارق. وكانت عاصمة الدولة الموحدية هي مراكش. وفي سنة 1237 قامت دولة في الأندلس اسمها الدولة النصرية أو بنو نصر. في سنة 1309 حصل حصار على جبل طارق، وده كان الحصار الأول. وكانت القوات المتحالفة هي قوات فرناندو الرابع ملك قشتالة وخيمس الثاني ملك أراجون، وشنت هجوم في الوقت ده على مملكة جرنوطة الإسلامية في أسبانيا. وكان هذا يستهدف في الوقت الميريا وجبل طارق والجزيرة الخضراء. وفي نفس السنة فرض قوات قشتالة حصار على جبل طارق والجزيرة الخضراء. وبعد شهر من الحصار استسلمت القوات النصرية الموجودة في جبل طارق. حاول المسلمين بعد كده استرجاع جبل طارق بس المحاولات ما نجحتش. وفي عام 1333 اتحد كل من محمد الرابع بن إسماعيل سلطان جرناطة في الوقت ده وأبو الحسن علي بن عثمان سلطان مملكة فاس المارين، وأقاموا قوات بحرية وجيش كبير جدا. وده اللي خلى ألفونسو ال11 ملك قشتالة ما قدرش في الوقت ده يعمل أي حاجة، وما قدرش يجمع قوات إغاثة لعدة شهور عشان كان خايف يحصل تمرد في المملكة. وفعلا قوات الإغاثة وصلت في يونيو 1333، ولكن اتفاجئت إن سكان جبل طارق اللي موجودين في المدينة كانوا بيموتوا من الجوع واستسلموا لقوات المسلمين. وساعتها الجيش القشتالي قرر إن يعمل حصار على المسلمين في جبل طارق، لكن مبروم على مبروم ما يرولش، لأنهم ما قدروش يخترقوا دفاعات المسلمين.
فاتفقوا على وقف القتال مقابل تقديم تنازلات متبادلة ما بين الطرفين ومدة 4 سنين. وصل حكم المسلمين في سنة 1462 لنهايته، لأن في أغسطس حصل هجوم تحت قيادة ألونسو دي أركوس حاكم مدينة طريفة، وكان هجوم مفاجئ لأن القادة المسلمين في الوقت ده كانوا مجتمعين لأنهم كانوا يعينوا سلطان جديد، فاستسلمت قوات المسلمين لهلال بسهولة لإخوان ألونسو دي كورمان دول مدينة شجيرنا أسبانيا جبل طارق. بعد استعادة جبل طارق أعلن ملك هنا الرابع ملك قشتالة إن جبل طارق تابع للتاج الأسباني. سنة 1474 باعوا عندوك مدينة شيزونا في الوقت ده جبل طارق لمجموعة من الكونفرسو اليهود. الكونفرسو اليهود هم مجموعة من اليهود اللي تحولوا للكاثوليكية لزعيمهم بيدرو دي هريرا، مقابل إن هم ينفقوا على الحامية بتاعة المدينة لمدة 2 سنين. وبعد ما خلص السنتين طردهم الدوق، وكان عددهم في الوقت ده 4350، ومنحته في الوقت ده الملكة إيزابيلا الأولى لقب مركز جبل طارق. في يناير 1462 انتهى حكم الموريين في أسبانيا تماما بعد سقوط جرناطة في إيد فرناندو الثاني ملك أراغون وإيزابيلا الأولى ملك قشتالة. كان في الوقت ده الملوك دول بيتسموا باسم الملكان الكاثوليكيان، وكانوا بينحدروا من سلالة ملكية تسمى ترستانا، وهي عبارة عن سلالة ملوك حكمت في أسبانيا من سنة 1369 لسنة 1516، وبأمر منهم تم إجلاء يهود جبل طارق من أسبانيا كلها. وحاكم مدينة شيزونا في الوقت ده استخدم جبل طارق كقاعدة عسكرية للسطو على مدينة مليلة في شمال أفريقيا سنة 1497. في الوقت ده كان في مسلمين في أسبانيا أجبروهم ما بين حاجتين، الأولى اعترافهم المسيحية، والتانية إن هم يطردوا الأسبانيا خالص. وفعلا في شوية مسلمين اعتنقوا المسيحية يتسموا باسم الموريسكيين فيما بعد، وشوية تانيين اللي مشوا من المسلمين أجروا لشمال أفريقيا، وفي منهم انضم للقراصنة البابا. سنة 1501 أمرت الملكة إيزابيلا الأولى إعادة جبل طارق كملكية للتاج الأسباني، وتم وضع جمهورية جديدة كشعار لجبل طارق، لأن في الفترة دي كان جبل طارق مهم جدا للأسبان. لكن مع مرور الوقت الدنيا خربت في جبل طارق من ساعة نهاية حكم المسلمين سنة 1492، لأن السيطرة المسيحية على موالي جبل طارق في أسبانيا كلها كان ليها أثر كبير جدا في تقليل الأهمية الاستراتيجية لجبل طارق، إلا أنهم كانوا بس بيصطادوا تونة بيز أو بينتجوا من بيز. وكان الجبل في أسبانيا في الوقت ده ملوش أي لازمة، كان عبارة عن شوية صخر، ومع إهمال التاج الأسباني أصبح تحصيناته ضعيفة، وده اللي خلى القراصنة البربر من وقت للتاني في سبتمبر 1540 هجم القراصنة البربر على مدينة جبل طارق، وسقط مئات من سكان جبل طارق كرهائن أو أسرى، وسرقت القراصنة المدينة. بعد كده تم إنقاذ شوية من الأسرى دول لما اعترض أسطول من الجيش الأسباني بقيادة برناردينو دي مندوزا للسفن القراصنة، فتم إصدار أمر ببناء جدار شارل الخامس للسيطرة على هجمات القراصنة. ومع مرور الوقت استمرت هجمات القراصنة البربر على جبل طارق بالرغم من وجود أسطول صغير من الجيش الأسباني قريب من جبل طارق. الأسطول ده كان مهمته إن هو يرد على الهجمات دي، لكن ما كانش ليه أي لازمة، بالدليل إن القراصنة كانوا بيخشوا مدينة جبل طارق وكانوا بيخطفوا من سكان المدينة وبيبيعوهم كعبيد. وفي سنة 1606 تم طرد الموريسكيين من أسبانيا، وكان عددهم في الوقت ده 600,000، منهم مجموعة رجعوا لشمال أفريقيا والباقي انضم للقراصنة البربر. أسبانيا كان في الوقت ده ليها أعداء كتيرة زي هولندا اللي انضمت لهجمات القراصنة البربر على أسبانيا، ومشت في الوقت ده مبدأ عدو حبيبي. وفي مايو 1607 في أثناء حرب 80 سنة غفل الأسطول الهولندي الأسطول الأسباني، وهجم الأسطول الهولندي بقيادة الأميرال جاكوب فان هيمسكير على الأسطول الأسباني في جبل طارق وداسوا على وشهم حرفيا، بالدليل إن مات من الجيش الأسباني 3000 واحد وغرق جميع السفن، ومات عدد لا يذكر من الجيش الهولندي. وده اللي خلى أسبانيا تعرض هدنة على هولندا لمدة 12 سنة، وفعلا هولندا وافقت بيها، ولكن القتال رجع مرة تانية بعد 14 سنة سنة 1621 لما وصل أسطول مشترك ما بين هولندا والدنمارك لمدينة جبل طارق عشان يهاجموا سفن الشحن الأسبانية. لكن المرة دي الأسبان كانوا صحيح صدوا الهجوم ده، وكمان استولوا على السفن بتاعت هولندا والدنمارك وغرقوا شوية تانيين انجلترا وجبل طارق. بدأت انجلترا بعد كده تهتم شوية بجبل طارق، وكان أول وجود عسكري للإنجليز في جبل طارق سنة 1620، وساعتها التاج الأسباني أذن ليهم إنهم يبقوا موجودين وإنهم يعملوا قاعدة للعمليات للرد على هجمات القراصنة البربر، لأن برضو القراصنة البربر في الوقت ده كانوا بيهددوا سواحل إنجلترا وأيرلندا، بس الإنجليز كانوا لقمة. التواجد بتاعهم في جبل طارق
كانش كله عشان القراصنة البربر، لأ، التواجد بتاعهم كان هم شايفين إن جبل طارق موقع مهم ليهم، فبالتالي هم عايزين يستولوا عليه. بس رفض الفكرة دي ملك إنجلترا في الوقت ده اللي هو جيمس الأول، وأمر إن الأسطول الإنجليزي يرجع تاني لإنجلترا. سنة 1625 اتولى تشارلز الأول حكم إنجلترا، ويصدر أمر إن أسطول إنجليزي يروح لجبل طارق يا إما يستولى على المدينة يا إما يدمروه. وفعلا بيروح أسطول إنجليزي لجبل طارق. لكن الأسطول يعمل حاجة من أغرب الحاجات اللي أنا ممكن أكون شفتها في حياتي أصلا. الأسطول ما راحش لجبل طارق، راح لقادس. قال لك قادس فيها مؤن، فيها خزائن، فيها حاجات أنا ممكن أستفاد بيها ياما، تمام. وفعلا هجموا على قادس ونهبوا كل حاجة فيها، ودخلوا على مخازن النبيذ قعدوا يشربوا فيها لحد ما سكروا. ما هجم عليهم الأسطول الأسباني، لا الجيش، لا الأسطول الإنجليزي قاعد كله سكران، فبالتالي تم الإجلاء سريع بعد 4 أيام من هجومهم. طبعا فشلت العملية، فبالتالي رجع الأسطول الإنجليزي مرة أخرى إنجلترا. الأسبان قال لك لا، أنا مش هينفع كده، أنا لازم أبني دفاعات على جبل طارق، عشان بقى مش كل شوية الإنجليزي يوجعوا دماغي والهولنديين يوجعوا دماغي ويجي شوية قراصنة بربر يزاولوني. بنوا شوية حواجز ومنصات للدفاع، بس كانت أكتر المدافع مش مفيدة أوي لأن ما كانش فيه جنود مدفعية كفاية إن هما يستخدموها. في سنة 1649 تفشى وباء في جبل طارق. الناس كانت بتقول إن هو الطاعون، بس هو الأصح إن هو كان حمى التيفود، والمرض ده أدى لموت ربع السكان. عادت الأساطير الإنجليزية مرة أخرى لجبل طارق، بس كانت كحلفاء عشان تقف مع أسبانيا ضد هجمات فرنسا وهولندا. كان التواجد ده من سنة 1651 ل 1652، ومن سنة 1654 لسنة 1655. مع مرور الوقت وتواجد الأسطول الإنجليزي جبل طارق كان فيه شوية مضايقات من إنجلترا والأسطول الإنجليزي لأسبانيا، بس الأسبان تغاضوا عنها. لكن الموضوع زاد، فأعلنت أسبانيا الحرب على إنجلترا في فبراير 1656. وبعد فترة صغيرة أبحر أسطول إنجليزي مكون من 49 سفينة عليها 10,000 جندي، وراحوا على جبل طارق قعدوا يستطلعوا المكان من بعيد وما اتخذوش أي إجراء. وأبدأ أوليفر كرومويل اهتمامه بالجبل ده، وقال إذا امتلكناها وتمكنا من الدفاع عنها فلن تكون ذات نفع لتجارتنا ومصدر إزعاج للأسبان، وسوف تسهل علينا هجومنا. في نوفمبر 1700 مات ملك أسبانيا كارلوس الثاني من غير ابن، وحصل مشاكل كبيرة في أسبانيا، وده اللي خلى أسبانيا في الوقت ده هدف لغزو التحالف الإنجليزي الهولندي النمساوي. وكانت في الوقت ده برضه أسبانيا متحالفة مع فرنسا. أعلنت ملكة إنجلترا في سنة 1702 الحرب على فرنسا، وده اللي خلى الهجوم على أسبانيا في الوقت ده سواء هم هيحاربوا الفرنسيين أو الأسبانيين. قسم التحالف الإنجليزي الهولندي النمساوي نفسه فريقين، فريق هيهجم على البر الرئيسي للبلدان المنخفضة، كان قائد الفريق ده دوك مالبورو، وفريق هيهجم بحري بقيادة الأميرال السير جورج روك. كان في الوقت ده جورج روك مخطط إن هو يهجم على قاعدة فرنسية في تولون، لكن تولون في الوقت ده كانت صعبة شوية على الأسطول الإنجليزي، لأن الأسطول الفرنسي كان موجود هناك كان أقوى بكتير بالأسطول الإنجليزي. فقال أنا لازم أدور على هدف أسهل. طبعا الهدف الأسهل ده كان إيه؟ كان جبل طارق، لأن تحصيناته مكانتش قد كده في الوقت ده. وجورج روك شاف 3 مميزات في جبل طارق إن هو يهجم عليه. أولا إنه ده في الحماية، تانيا إن هو هيبقى ليه قيمة استراتيجية كبيرة بعد كده، 3 إن هما لو استولوا على جبل طارق ده هيكون محفز لسكان جنوب أسبانيا إن هما يرفضوا حكم فيليب الثاني اللي تولى الحكم بعد كارلوس الثاني. في 1 أغسطس 1704 تم شن هجوم كعملية مشتركة بين القوات البحرية بقيادة السير جورج روك وقوة من المشاة البحرية الإنجليزية والهولندية بقيادة الأمير جورج لويس أمير هيسن درمشتات. وبعد قصف بحر عنيف استمر مدة يومين هجمت المشاة البحرية على مدينة جبل طارق واتبعوا تكتيك كماشة، بمعنى إنهم هجموا من الشمال وهجموا من الجنوب، فعملوا كأنهم كماشة عليهم ونجح الهجوم ده جدا. في 4 أغسطس 1704 وافق حاكم جبل طارق في الوقت ده دييغو دي ساليناس على الاستسلام. أخذ الإنجليز جبل طارق في الوقت ده وقالوا للناس اللي عايشين في المدينة لو عايزين تقعدوا في الجبل قسموا الولاء للملك تشارلز كملك الأسباني. ولكن الجنود الإنجليز كعادتهم خربوا الدنيا في المدينة من اعتداءات واغتصابات والتدنيس للكنائس وحولوها لمخازن، واخد شوية أسبانيين بطارهم منهم وقتلوا شوية جنود وحارة إنجليز ورموهم في أبار. وفي النهاية تنازلت أسبانيا عن جبل طارق لإنجلترا وفقا لشروط معاهدة أوترخت سنة 1713. حاولت أسبانيا استعادة سيطرتها على جبل طارق بعد ما أعلنت بريطانيا إنه واحد من مستعمرات التاج البريطاني،
وحاولت أسبانيا بشوية ضغوطات عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وحاصروا جبل طارق 3 مرات، ولكن فشلت كل المحاولات. ازدهرت مستعمرة جبل طارق في الوقت ده كأهم من ممتلكات الإنتاج البريطاني في البحر الأبيض المتوسط، وكانت محطة مهمة للسفن اللي طالعة من إنجلترا ومتجهة للهند عن طريق قناة السويس. وفي آخر القرن 19 اتبنت قاعدة عسكرية مهمة جدا هناك بتكلفة كبيرة جدا، وده اللي خلاها العمود الفقري للتواجد الإنجليزي في البحر الأبيض المتوسط. خلال الحرب العالمية الثانية مضيق جبل طارق كان ليه دور كبير جدا في دخول حلفاء المياه البحر الأبيض المتوسط، ورفض ساعتها ديكتاتور اللواء فرانشيسكو فرانكو مخطط نازي للاستيلاء على جبل طارق. الألمان كانوا حاطين مخطط إن هم يستولوا على جبل طارق عشان جبل طارق كان تحت حكم التاج البريطاني، ودي كانت هتبقى ضربة كبيرة أوي لإنجلترا. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية طارق فرانشيسكو فرانكو إنجلترا بجبل طارق، وقفلت أسبانيا الحدود مع جبل طارق من سنة 1969 لسنة 1985. كان كل دول أمريكا اللاتينية في الوقت ده تدعم أسبانيا، ولكن إنجلترا رفضت موقف أسبانيا. وكمان سكان جبل طارق اللي أكدوا على حقهم في تقرير مصيرهم وإن هم يقرروا مين اللي يحكم سواء الإنجليز أو الأسبان. استمرت المباحثات ما بين إنجلترا وأسبانيا بس كانت ملهاش لازمة. من بعد 1985 قل التواجد العسكري الإنجليزي في جبل طارق، وكانت بريطانيا شايفة إن جبل طارق ما عادش ليه لازمة، لأن الاقتصاد بتاعه دلوقتي بيعتمد على السياحة والنقل والشحن البحري والخدمات المالية. ومن الوقت ده أصبح جبل طارق منطقة حكم ذاتي، لكن ظلت تابعة للتاج البريطاني. وقالت إنجلترا مش معنى إنها طلعت من جبل طارق إنها سلموا أسبانيا، لأ، هيبقى منطقة حكم ذاتي بس هيفضل تابع للتاج البريطاني، وإنجلترا هتدافع عنه في حال حدوث أي هجوم عليه من أي دولة. وأصبحت جبل طارق من الثمانينات لحد دلوقتي منطقة حكم ذاتي، وأصبحت دولة ليها شعار وليها قوانينها وليها سلطتها التشريعية وليها رئيس حكومة حاليا اسمه فابيان بيكارد. وده كان تاريخ جبل طارق من قبل الميلاد لحد وقتنا دلوقتي. ودي أول حلقة من برنامج تاريخ. لو عجبتك الحلقة ياريت تعمل لايك وفولو للصفحة سواء انت على فيسبوك أو على يوتيوب، وياريت تبص على المصادر هسيبها لك في فيسبوك ويوتيوب، واكتب لي في الكومنتات لو في موضوع عايز نعمل عليه فيديو. كان معاكم يوسف جابر.